وشدني من شعري ودخل بيا بيت، وكان ممكن يقتلها بعد كده. لازم يكون في ظل الرجولة. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بيكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة معنية بعالم الجريمة. كل مرة بقول الجريمة موجودة، مش هنقدر نيجي في وقت ونقول مفيش جريمة. الجريمة موجودة منذ نشأة الأولى، نقدر نحد منها لما نبين بشاعة الجريمة والأحكام الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في مدينة نصر القاهرة. عاملة نظافة اسمها رقية، عشان تعرف بس الناس بتجري على أكل عيشها إزاي، عشان نعرف قد إيه الست ليها دور في المجتمع مهم جدا، وإزاي إن كل واحدة بتحرص على أكل عيشها، وإن ده نصيبها، وإنها لازم تشوف مسؤوليات عملها وتقوم بيه علشان المرتب اللي بتاخده آخر الشهر فعلا يكون حلال، تقدر توكل ولادها وهي مطمنة. رقية شغالة عاملة نظافة في شركة. معنى كلمة عاملة نظافة يعني لازم تروح الشركة بدري تنظفها وتمسح المكاتب وتمسح المداخل وتنظف السلم وشوف دورة المية. شغل جامد، وكله ده لازم قبل الموظفين ما بيجوا. مواعيد العمل الساعة 8، يبقى هي لازم تروح الساعة كام؟ على الأقل الساعة 6 الصبح تكون موجودة عشان تنظف المكاتب وتمسح الأرضيات وتدخل الحمامات. شغلتها وأكل عيشها. هي ساكنة في شارع اسمه شارع مطر برود الفرج. طبعا برود الفرج دي منطقة مشهورة جدا. بتقوم انت تروح الشغل، بتصلي الفجر الساعة 5 الصبح، وبتنزل عشان تاخد مواصلة تروح بيها مدينة نصر علشان الشغل بتاعها. بعد الفجر اللي فيه شبابنا دلوقتي بيقوموا من النوم على العصر، يقول لك هو في شغل؟ طب انزل اتعب اشتغل. المهم خلينا بجريمتنا. نزلت بنتنا دي او السيدة الفاضلة دي بعد صلاة الفجر الساعة 5:30، نزلت عشان تاخد مواصلة. طبعا 5:30 في شارع مطر، اسمه كده شارع مطر. لسه الناس لسه بيقولوا يا فتاح يا عليم، لسه الناس حتى اللي بيقوموا لسه عقبال ما يفطروا ويروحوا شغلهم سهراية. ماشية في الشارع لوحديها، وهي ماشية حست ان في شاب ماشي وراها، وهي برضو ست في الاول وفي الاخر انثى. فبتقول لقيت حد ماشي ورايا فخفت، انا ماشيه لوحديه ولسه الدنيا لسه الدنيا ما نورتش بعد الفجر على طول. خفت ومعرفش قلبي قال لي ايه، الراجل اللي ورايا ولا الشاب اللي ورايا ده، انا حاسس ان هو قاطرني يعني. فجيت وقفت عملت نفسي بعمل في الشوز بتاعي بمسح فيه وحاجه زي كده، قلت علشان لو انا شكوكي غلط يبقى هو هيعديني ويمشي، لكن لو وقف اعرف انا ان هو فعلا ماشي ورايا. لقيته راح مشي وراح معداني وراح دخل حاره. فقلت الحمد لله، يبقى انا كنت ظلماه، امشي انا بقى. مشيت لغايه الحاره اللي هو دخل فيها المين، لقيته بيعمل لي بس بس في ايه؟ بقول له خير في ايه؟ قال لي تعالي اعمل معاكي علاقه واديك الفلوس اللي انت عايزاها. قالت خفت، عايز يعمل معايا علاقه؟ طبعا ما قالهاش كلمه علاقه، ده قال لها كلمه وسخه، لان الموضوع ده ما يجيش غير من واحد قذر يعني. قال جريت ورحت جاريه بسرعه وقلت ارجع. اول شارع المطر فيه سوبر ماركت فتح 24 ساعه، وانا باجي راح جري ورايا، حط ايده على بقي وشدني من شعري ودخل بيا بيت مدخله كان الباب بتاعه مفتوح عشان يمارس معايا ويعمل معايا علاقه، وهو كاتم على نفسه وبقول له سيبني ابوس على ايدك، ما توسخنيش ابوس على ايدك، سيبني ارجع، ده انا متجوزه وعندي عيال. قال لي هعمل معاك يعني. طبعا الكلام قذر جدا. في الوقت ده رحت شايله ايده ورحت مصوت. فلما صوتت واحد طلع في ايه هو ومراته، في ايه يا بنتي في ايه؟ راح جري وسابني. الشاب اللي شافني هو ومراته نزل في ايه يا بنتي؟ نفضوا لي هدومي، قال لي روح اعمل محضر. قلت لهم اكل عيش رزقي، محضر اللي اعمله دلوقتي. كانت الساعه داخله على الساعه 6:30 7. جريت على شغلي عشان اقوم بمهام عملي وانظف. بعد ما نظفت وظبطت الدنيا حكيت للمدير بتاعي اللي حصل، قال لي يا بنتي روحي اعملي بلاغ.
رحت عملت بلاغ، قالوا لي طيب مش هناخد منك البلاغ غير لما نشوف الكاميرات ونتاكد من صدق كلامك، احسن بتكوني بتتبلي على حد. بالفعل رئيس المباحث بعت الناس شافوا الكاميرات اللي منتشره في الشوارع، لان المحلات بتبقى مقفوله لكن الكاميرات بتصور، لقوا فعلا كلام البنت صح، وان في واحد جري وراها وكمان كان عايز يدخلها في البيت. راحوا متصلين بيها، تعالي يا رؤية كلامك صح، تعالى من المحضر. راحت خدوا اقوالها، تم القبض على الشاب، اعترف وقال انا كنت زي المجنون وكنت بتفرج على افلام مثيره على الموبايل، وكنت عايز اي بنت، طلعت ماشي في الشارع اي لو كنت لقيت طفله كنت مارست معاها، لقيت الست دي وعجبني جسمها وشكلها، فقلت لها تعالي اعمل معاكي علاقه، خدي الفلوس اللي انت عايزاها. رفضت. كنت في حاله هياج، جريت وراها ومسكتها وكنت عايز اغتصبها جوه بيت، لكن في حد كان صاحي وسمعها وهي بتصرخ فهربت. طب يا جماعه تخيلوا لقمه العيش خلت الست تتعرض لايه؟ وممكن يكون جوزها كان نايم، لكن ما نقدرش نقول ان الواحده ما تروحش شغلها، تروح شغلها بس بدري قوي. الكلام ده الدنيا لما تنور يا جماعه، اللي عنده بنت ولا عنده ام ولا عنده اخت ما يسيبهاش لوحديها. مش بنقول لك روح وديها الشغل، على الاقل انزل وصلها لغايه اقرب محطه. هي ايه اللي خلاها مشت من اول شارع مطر في رود الفرج لغايه الموقف؟ ان المسافه حوالي 300 400 متر. انزل يا جوزها، انزل يا اخوها، انزل يا فلان، وصلها وامها توصلها لغايه المحطه وترجع، لان الساعه 5:30 6 الصبح الدنيا لسه. ده شجع بعض الشباب المستهتر اللي بكل قله ادب استخبى في حاره ويقول لها تعالي اعمل معاكي مش عارف ايه خدي فلوس. لو كان معاها واحد ولا ست ما كانش يقدر يعمل معاها كده. وربنا كتب لها ان ما حدش يعني ينجسها او يوسخها، ان راجل شاب ومراته يسمعوا صرخاتها ويطلعوا فيها يا بنتي فيها ايه، انقذوها، لانه فعلا كان هيلتهمها وكان هيغتصبها وكان ممكن يقتلها بعد كده، بس انكتب لها عمر جديد. بس شفت الست رغم اللي حصل لها ده صممت تروح شغلها، قالت اكل عيشي اليوم اللي هغيبه هيتشطب لي، انا عملت نظافه لسه ما اتثبتتش، لسه بنت صغيره، لكن لقمه العيش اللي خلاها تجازف وتنزل وتروح وتكمل يومها وفي الاخر تروح تبلغ. وبنشكر كل القائمين على وزاره الداخليه لانها راحت لهم، بعتوا وشافوا الكاميرات وتاكدوا من صحه كلامها واتعملوا المحضر وتم تحديد الشاب وتم القبض عليه واعترف تفصيليا بفعلته. الاكتر من كده قال انا لو كنت لقيت طفله في الشارع في الوقت ده كنت اغتصبتها، كنت بشوف فيلم وكنت في حاله من الاثاره الكامله. فربنا كتب لها عمر جديد وكتب لها ان هي تحتفظ بعفتها وشرفها. يا جماعه بناتنا وزوجاتنا واخواتنا اهم منا، تاج على راسنا. ما ينفعش انزل بنتي ولا اختي ولا مراتي الساعه 5:30 6 الصبح. لازم يكون في ظل الرجوله نوصلها للمحطه على الاقل. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.